تخيل ان بسبب غلطات هايفه وغبيه تقلل اداء الجهاز بتاعك او ممكن تدمره كليا. وعلى فكره هي حاجات منتشره جدا ما بين مستخدمين البي سي، وكله ماشي بمبدا يا عم كبر دماغك، ما كل الناس بتعمل كده. عشان كده النهارده قررت اكلمك عن اغبى 7 غلطات الناس بتعملها وبتدمر البي سي بتاعها من غير ما تحس، والاخيره بدون مبالغه حرقت لي جهاز بالكامل، فمش لازم كمان انت يحصل لك كده. وعلى فكره اول 3 غلطات منهم بتقتل اداء الجهاز بتاعك. يعني مثلا كم مره قابلك ان الاس اس دي بتاعك بيوصل 100% والجهاز بيبقى عندك ملجلج ومتلجم، بل اصلا الاس اس دي بتاعك عمره الافتراضي بينقص بسرعه عكس ناس تانية، بل خد اصلا ان الاس اس دي بتاعك بطيء او سرعته اصلا ما هياش مستقره. ولك ان تتخيل ان السبب اهيف من الهيافه حرفيا. كل اللي عليك ان انت تتاكد ان خاصيه التريم مفتوحه. لكن شركه زي كينج ستون بتقول لك ان التريم بيكون جاي شغال بشكل اوتوماتيك، ولكن عشان تتاكد ان هو شغال عندك ولا لا بتاخد الامر اللي هم كاتبينه لك ان هو كده في البدايه، ان هو من اول الفسيوليت ده اخرها نوتيفاي، وهتقوم اخدها كده وتفتح السي ام دي از ادمنستريتور. شكرا بتاع الحاجه القديمه، لازم تواصل الفيديو تعمل كده اهو كده اهو، ولو طلعت عندك الرقم صفر فهي كده متفعله بالنسبه لك. وعلى ما تحط اللايك البلبلي المتين، خليني اقول لك ان انا عملت غلطه كل تقريبا 99% من الناس بتعملها، خلتني اشتغل بنص قوه جهازي على مدار سنه، لدرجه كنت بفكر ان الجهاز ده بايظ خلاص، وفي الاخر اكتشفت ان انا اللي كلاون حرفيا. ولكن قبل ما اقول لك عليها خليني اعرفك على كارثه انا مش عارف ازاي الناس بتقع فيها في 2025. وخلينا كده متفقين ان الحراره عدوه اي شيء كده في البدايه. انت كبني ادم لو سخنت بتخطرف وبتجيلك تخيلات وبتنسى حاجات وبتبقى حالتك لا يرثى على اصلا ما بتعرفش تقوم من على السرير، فما بالك بقى بالجهاز بتاعك اللي انت سايبه في عز الحر مليان مصايب المصايب. يعني مثلا معالجات انتل الاقتصاديه، الناس بتقول لك يا عم الحاج مش مشكله، يا عم كنت تفريم ايه اللي نجيبه لمعالج اقتصادي، انت عبيط ده اصلا ما بيسخنش. يا حبيبي المشكله مش انه بيسخن ولا ما بيسخنش، المصيبه الكبرى ان المعالج نفسه بسبب تصميم السوكت بيتعوج مع الوقت، فبيبقى عندك التلامس مع سطح المبرد بيبقى شبه بيقل جامد، بيبقى في مناطق اصلا ما هياش ملمسه، فبالتالي اصلا الحراره ما بتتنقلش. يعني انت حتى لو ركبت كولر قوي مش هينقل، لو ركبت رادياتير عربيه مش هينقل الحراره ومش هيبرد، فدي مصيبه في حد ذاتها. فما تخليش حد يقنعك ان الكونتاكت فريم ملوش لازمه مع ال 12400 مثلا. بل الكارثه الكبيره ان احنا عندنا بالذات الفئه الاقتصاديه والمتوسطه، بدايات المتوسطه، الناس دي في الصيف المميت بتاعنا بقى في مصر دلوقتي ما بتعرفش تشغل التكييف، ما عندهاش هذه الرفاهيه، فبالتالي هو حاطط الكولر العادي بتاعه اللي هو الستوك. عايز بقى منتظر ايه من المعالج؟ ان هو بيفطس، هيبقى عندك دوشه ما يعلم بها الا ربنا، والتبريد اصلا صفر. يعني اللي هو فاهم انت ايه، عارف انت اللي هو عامل زي هجمات القطط كده، تحس ان هو هيخرب الدنيا بس هو الضرر مفيش، فاهم؟ وعلى فكره مش لازم تشتري مش عارف النكتو ومش عارف كام اللي هو ب 3000 4000 جنيه والجو ده. في عندك دلوقتي حاجات مثلا زي كولارات سيرمال رايت دلوقتي متوفره وبسعر ممتاز، الناس داخله السوق وبنعرفكم الناس داخله السوق، لكن ده لا يمنع ان هي اصلا كولارات قويه جدا 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 وبتقدم اداء ممتاز جدا جدا ورخيصه. يعني ده ارخص حاجه عندهم ب 1200 جنيه. طيب يا رجاله، انا مركب دلوقتي الكولر اهون على ال 12400 النسخه العاديه مش النسخه الاف. بصراحه شكله شيك جدا وهادي، زي ما انتم سامعين صوته هادي جدا. على فكره الصوت اللي انتم سامعينه ده كله تحت الضغط، انا دلوقتي ضاغط بنسبه 100% على المعالج، بقالي هون بتاع تقريبا 7 دقايق او 8 دقايق. ده اقصى درجه حراره 64 62 ده المتوسط، او اللي هو كمان بينزل ل 59 ساعات، وماسك ناحيه ال 80 لل 85 واط. فانا اقدر اقول لك ان هو مرتاح، هيقدر يهندل الحاجات اللي هي 120 واط مثلا يعني. بس انت عارف ايه اللي يجنن بجد؟ انك انت لو مفكر ان عكس الغلط هو الصح، فانا هعرفك دلوقتي على غلطتين عكس بعض حرفيا وبيأدوا لنفس النتيجه الكارثيه، ان انت ممكن تدمر جهازك بالكل اصلا. هقول لك عليها بعد ما احكي لك ازاي بعد سنه طلعت كلاون وعرفت ازاي احل المشكله اللي حصلت في جهازي القديم من 6 7 سنين لما نظفته. بص يا معلم، انا كنت زيك كده في يوم من الايام صبحت من النوم وقلت انا لازم انضف الجهاز بتاعي واخليه كده يطلع نجوم كده وبيبرق. رحت مطلع الماده اياها اللي انتوا عارفين اقول لك عليها اسمها دلوقتي، وغرقته وحميته زي ما يكون ايه بتغطس كده في قطه في ميه وفاهم، ظبطته اللي هو بقى بيبرق. رحت مشغله الجهاز ما بيفتحش. مالك يا عم يهديك يرضيك؟ اكتشفت في الاخر ان في 3 بنوك رام فاصلين، مفيش مثلا الا بنك واحد هو اللي شغال، وفضلت شغال بالبنك ده سنه كامله لحد ما قررت ان انا ابيعه. وبصراحه انا كنت قايل لصاحبه ان هو لا ما بيشتغلش غير بالبنك الرام ده قبل ما اديه لصاحبه، ورحت منضفه. ولكن المره دي قلت انا مش هعمل نفس الموضوع، انا مش هرش اقايد تاني ازرق. وانا على فكره قبل كده كلمتكم عليه ان هو برضه حرق لي قبل كده ماوس الجي 403، فانا تاريخي اسود معاه حرفيا، وهقول لك ليه كمان شويه. فالمهم انا جبت فرشه ورحت منضف البورده كلها والسوكيتات كلها بيها، وبعد كده رحت مشغل الجهاز، وتلاقيت الجهاز لما حطيت فيه الرام في مكان غلط من غير ما اقصد فتح عادي. اللي هو يا جدعان ده رحت حاطط الرامتين
ويشتغل دوال تشانل واشتغلت كل البنوك بقت شغاله تمام. ايه يا عم اللي حصل لحد بقى مع الوقت اكتشف ان انا كنت كلاون، وان الاكاي لما بيتطاير بيسيب وراه اثر، والاثر بيعمل زي طبقه عازله، بل مع التراب اللي موجود بيحبس جوه التراب وبيعمل ماده يعني بتبقى طبقه كده سميكه شويه، فاللي هو لو في بينه في الرامات ما هياش واصله في مكانها في السوكت اكيد مش هتشتغل. وهو ده اللي كان حاصل. انا ارجوك لما تيجي تنظف جهازك نظف جهازك بالفرشه. هو الجهاز مش بيقشف ولا بيعرق ولا اي كلام من ده، كله بيبقى تراب ناشف، فانت مجرد ما هتعمل كده بالفرشه هتنظف كل حاجه وامورك هتبقى في التمام. وارجوك ما تقعدش تعمل كده في السوكت يعني، فانت مش بتغسل سنانك، لا بالراحه كده ايه في اتجاه واحد وهتبقى الدنيا معاك بيس. ولو انت مصر تستخدم الاكاي فاستنى لحد ما ينشف كده بعدها ب 10 دقايق ولا 5 دقايق، وابدا اشتغل بفرشه تكون خشنه شويه زي اللي انت هتبقى شايفها قدامك في الفيديو، واعمل نفس الموضوع هتلاقي الدنيا معاك بقت في الامان يا مان. والله يا جدعان انا بقيت بدل الراجل الجهاز وانا متحسر، اللي هو انا ببيعه علشان اصلا المشكله دي، فاللي هو تطلع في الاخر مفيش مشكله، ده يعني حاجه غل. بس يعني المهم ان دي عدت بسلام. انا عايز اقول لك بقى ان في حاجات ما بتعديش بسلام وبتحرق الجهاز وبتبقى على الله حكايتك يعني. بس خليني احكي لك الاول ايه الموضوع الغلطتين اللي عكس بعض، لان الموضوع ده على فكره يعني هما فئتين من الناس، انت نفسك قد تكون واحد منهم، اللي هو انت يا اما واحد لما بتيجي تركب جهازك بتبقى خايف ومرعوب ومرعوش وبتتعامل مع كل حاجه بلين وطيبه قوي، او ان انت من الصنف الثاني اللي شايل قلبه وحاطط طبق كبده بالسلطه وبيتعامل مع كل حاجه بغشوميه، اللي هو تحس ان هو مارد طالع له راح مديله الفلوس قال له خد التجميع عاديه، اللي هو هنجيب لك غيرها لو باظت عادي يعني. تيجي تربط البورده تربط المسمار اللي هو انت هتخرق الكيسه للجنب الثاني، ولا تيجي تربط المعالج تفضل تحزق معاه واللي هو انت كانك بتربط جنطه عربيه. على فكره بورده اقتصاديه لو عملت معاها كده بغشوميه ممكن تلاقيها راحت مفلقه منك، تلاقي في مسار قطع منك، رامه فصلت لا مش عارف ايه، وانت ما بتبقاش عارف ايه السبب انت غلطات منك انت شخصيا. لكن على النقيض بقى لما تيجي تركب كابلات الباور بتاعه الكارت، في ناس بتيجي تركبه بتبقى خايفه، اللي هو يعمل بالراحه كده ويسيبه، وبعد في الاخر يقول لي نبيل اصل الجهاز بتاعي لما بهزه بيفصل، ولا الجهاز بتاعي بيفصل لوحده، والاقي في الاخر ان هو مش شابك الكابل للاخر، سواء بتاع الكارت ولا المعالج. واحيانا في ناس رابطه كابلات البورده مش عارف ما بتبقاش مدخلاه للاخر وشغاله، بتشتغل معاه شويه وبتفصل. وعلى فكره حاجه زي كده بتعمل شارز وبتعمل قفله وجهازك بيفصل عشان بيحصل فيه قفله اصلا يعني. فالوصلات لازم تتاكد ان هي داخله للاخر، ومش لازم يعني تضغط بكل قوتك، بس تتاكد انك سمعت الكليبسيه وهي موجوده. وارجوك ما تركبش جهازك لو انت مهزوز وبتخاف قوي، لان هزه ايدك وخوفك على الحاجه هي اللي هتبوظهم في الاخر. من هنا بقى حابب اكلمك عن اسوأ مصيبه كلنا بنعملها بالذات في فصل الصيف، ودي بقى تقدر تقول عليها البلبل كلاون فيرجن 2. بص برضو مش اسوأ حاجه في المطلق، لان انا عملت حاجه اسوأ منها كانت ممكن اصلا تدمر الاستوديو كله يعني، ولكن الحمد لله ربنا ستر. لكن عارف الناس ما بتيجي في الصيف دايما بتبقى عندها المشاكل في الحراره جامده، واغلبها بسبب الكيسات التعبانه اللي احنا ياما حذرنا منها، فبيبقى الحل قدامه ايه ان هو يقوم فاتح جنب الكيس. فاكرين زكي قاهر البلاي ستيشن ده الله يرحمه ليه بقى يا معلم؟ لان انا كنت فاتح الجنب بتاع الكيسه ومنيمه على جنبه، وكابل وقع مني بالغلط من على طرف المكتب لمس البورده في بعضها طار الجهاز، خلاص كده السر الالهي طلع. طيب ايه الحل يا نبيل؟ يعني انا مش عارف اشتري كيسه ومش معايا فلوس اشتري كيسه. ارجوك لما تفتح الجنب حط كده الصاجه بتاعته او الازاز بتاعه كده بشكل موارب، علشان تبقى حامي ان ما يبقاش في حاجه تخش كده كبيره او ضخمه، كيبل حيوان ايا ما يكن. وارجوك قبل ما تنام اقفل جنب الكيسه عشان الحشرات وتجنب المشاكل ماي فريند، حافظ على حاجه. وبمناسبه الحفاظ على الحاجه ففي حاجه يعني ده اخر حاجه اللي هو سابع غلط، وده تقدر تقول عليه نوع من انواع الاهمال، عدم الادراك، او انا كانت حالتي اهمال بصراحه يعني، وهي دايره الكهرباء. وانا مش بتكلم خالص عن الباور سبلاي او اي حاجه جوه الجهاز، انا بتكلم على ما هو بره الجهاز، الكيبل والمشترك والفيشه بتاعت الحيطه. فيشه الحيطه دي في فيش يا جماعه بتبقى واسعه لدرجه ان كل حاجه بتلعب فيها وبتعمل شارز وبتعمل قفلات. كذلك برضو المشترك، انا بسبب مشترك قبل كده انا شفت الفرقعه كده قدام عينيا، وتلاقيت المفتاح العمومي بتاع الاوضه نزل، ولو لولا ان هو المفتاح كويس انا كنت بص ركبت القطر، كان التكييف طار، التلفزيون طار، فالحمد لله ربنا قدر ولطف ساعتها وان انا ما البسها. لكن انا هقول لك بقى على شويه نصايح عشان تتجنب المشاكل دي. اولا فيشه الحيطه لازم يكون فيها نظام السوست علشان تمسك اي حاجه تتحط فيها وما تتهزش جواها وتعمل لك مشاكل. ثانيا يا ريت المشترك بتاعك تنقيه بناء على قدره الاجهزه اللي انت هتركبها، ما ينفعش تبقى مركب حاجات مثلا بتسحب توتال 1200 ولا 300 ولا 3000 واط وتقوم حاطط لي مشترك شعبي اخره 300 400 واط. عارف انت هتشوف احتفالات راس السنه جوه عندك في الاوضه، وعلى الله حكايتك بقى في اللي هيحصل معاك. ثانيا واللي انا انصحك بيه جدا ان المشترك يكون فيوزد، وكذلك السلك بتاع الجهاز. انا على فكره اخدت بالي من موضوع الفيوز ده لما جربت اللي هي حاجات زجماتيك، والله وده مش اعلان ولا اي حاجه، انا بقول لك اللي حصل معايا. لكن انا معظم الحاجات اللي جربتها من زجماتيك جايه معاها كيبل فيه فيوز، فلو اجت الكهرباء عاليه الفيوز هيطير، والحمد لله هنحافظ على الباور، مش لازم نخلي المشكله توصل للباور. والحلول دي في وقتنا هذا فهو حاجات يعني بنتكلم ايه في 300 جنيه 200 جنيه، مش اسعار يعني اللي هو هنتكلم في الوفات والجو ده. وانا عارف ان في ناس كتير جدا من متابعينا هيشوفوا ان الكلام ده يعني بديهي يا نبيل، يعني لازم ناخد بالنا من الكلام ده. عايز اقول لك والله العظيم ان نسبه الناس اللي عارفه بالنسبه للناس اللي مش عارفه
فهي لا تتعدى ال 10% ولا حاجه. لحد هنا كان معاك البلبل، رمضان مبارك، سلام.